Je suis مصطفى محمد. Je t'aime. FC Nantes. انتصار الأناكوندا المصرية. مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ولاعب نادي نانت الفرنسي من أكتر اللعيبة في العصر الحديث للكرة المصرية اللي اشتغلوا على نفسهم لحد ما وصل لمرحلة من الاحترافية يتحسد عليها. في البداية نحب نعرفكم على مصطفى محمد عن قرب. مصطفى محمد من مواليد 28 نوفمبر سنة 1997 وهو من ناشئين نادي الزمالك، وراح لعدد من الأندية في مصر لحد ما بدأت رحلة الاحتراف مع جالاتا سراي التركي ومنه لنانت الفرنسي. وادي الكرة عند حازم امام، البحث عن عرضية لمصطفى محمد، هي الكرة، مصطفى استلم، مصطفى يا ولد 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 الاناكوندا. ومن هنا نيجي لموضوع الفيديو بتاعنا، لان انتقال مصطفى لنانت الفرنسي ما كانتش خطوة سهلة على مصطفى بسبب المشاكل الكتير اللي حصلت ليه هناك. مدرب الفريق يقول له لو صمت رمضان مش هتلعب معانا، وهنا مصطفى يشتري دينه ويختار صيام رمضان ويحط وراه اي نتائج ممكن تحصل له. مصطفى محمد قال لهم النهارده لما عرف قال لهم طب لو سمحتوا يا جماعه لو انا ينفع يبقى التيشيرت بتاعي رقمي عادي جدا العب او يتدارى العلم ده، قالوا لا مش هينفع، قال لهم خلاص انا اسف مش هينفع اكون موجود. بعدها اداره نادي نانت بتقرر دعم اصحاب الالوان في احد اسابيع الدوري الفرنسي، وهنا مصطفى يرفض المشاركه في هذا الدعم، وغرق كتير من النشطاء على تويتر لدعم مصطفى محمد، وتوقع كتير من الاعلاميين ان مصطفى محمد هيدفع ثمن قراره، لان في اوروبا كلنا عارفين مفيش هزار في الحاجات دي. الناس الموجودة، اللعيبة الموجودة، انت دورك كبير ومش رسالة كورة فقط، لا انت بتدافع عن حاجة قيمة وحاجة بتزود وبتبروز الانسان. لكن شوف فضل ربك على عبده مصطفى محمد اللي رفض كل المعاصي اللي حاولوا يجبروه عليها. شوف يا سيدي، المدرب اللي كان بيحاول يخليه يفطر يمشي ويجي مدرب جديد مجنون بمصطفى. مصطفى يبدأ الموسم بإحرازه 4 أهداف في الدوري، ويتصدر هداف الدوري الفرنسي في وجود عتاولة أوروبا زي مبابي وعثمان ديمبلي، وبيكسر الرقم القياسي لأكتر لاعب بيسجل 4 أهداف في 4 جولات في الدوري مع نادي نانت من سنة 1996-1995. جماهير نانت بقوا مجانين بمصطفى. وشوف يا سيدي، واحد من الجمهور شبه مصطفى بهداف فرنسا الدولي تريزيجيه وتغنى بالاجوال اللي مصطفى بيجيبها، وواحد تاني من الجماهير قال ان مصطفى من افضل الهدافين في الدوري ووصفوه بالجوهرة. واحد تالت شبه انطلاقة مصطفى في الدوري السنة دي بكريستيانو رونالدو. واخيرا وصف واحد من الجماهير انطلاقة مصطفى السنة دي مقارنة بالسنة اللي فاتت انه الفرق بين الليل والنهار. مصطفى محمد يسيبوا في الاستلام بلاص في العمق ممتاز، هذه ممكن هذه جول مصطفى محمد فعلا. لكن نحب نوضح للمشجع الأخير إن الاختلاف هو رضا ومكافأة ربنا لمصطفى محمد اللي رفض أي شيء غلط ضد دينه ممكن يتفرض عليه بغض النظر عن اللي كان ممكن يحصل له. وفي الآخر نحب نقول للأناكوندا المصرية يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى. Fred Godard à la réalisation, celui qui est adoubé désormais, Mostafa Mohamed et sa progéniture. Allez, c'est pas mal ça, la petite pause et le débrief, bougez pas.